لعب ليا مع راسك ودا السي عزيزة خنوش، لعب ليا مع راسك وخذ راحتك. لا يقلب الجالية يجي وما يجي وماشي مشكل، عادي جدا. المهم انت لعب مع راسك. اشنو دابا ودا السي عزيزة خنوش؟ ما غاديش تخرجوا تكلموني على التذاكر وغلاء التذاكر؟ ما غاديش يخرج زعما الناطق الرسمي باسم الحكومة السي مصطفى بيتاس يتكلم لينا على غلاء التذاكر، وكذلك يتكلم لينا على الجالية المغربية اللي ما دخلوش هذا العام؟ بغينا شي رد السي عزيزة خنوش من الحكومة ديالكم الموقرة بخصوص هذا الشيء اللي واقع. اش هذا الصمت؟ اليوم اللي موجودين في الخارج انهم يمكن ياخذوا ب 600 درهم ولا ب 300 درهم ولا 400 درهم البي ديالهم، ويجي مره في الشهر يشوف يعني البي ديالو. يا نعم سيدي، 600 درهم 600 درهم 60 اورو 60 اورو التذاكر. ايوا انتوما الجاليه المغربيه راه انتوما اللي فيكم المشكل، راه انتوما يا الجاليه المغربيه اللي فيكم المشكل. ها هو رئيس الحكومه شخصيا السي عزيز اخنوش، السي عزيز اخنوش شخصيا كيقول لكم بانه يمكن لكم الجاليه المغربيه انكم تجيو للمغرب ثمن 60 اورو 600 درهم. ايوا مالكم ما جيتوش؟ مالكم ما جيتوش كتقولوا غلاء التذاكر والتذاكر دايره 600 اورو 800 اورو؟ ها هما التذاكر قال لكم السي عزيز اخنوش 600 درهم 60 اورو. يمكن لكم انكم تجيو نتوما والعائلات ديالكم والاسر ديالكم. ايوا راه ما بقات عندكم حتى شي سبه الان. ها هما التذاكر ب 60 اورو. على ما بان لي انه السي رئيس الحكومه المحترم تخلط ليه الاورو مع الدرهم. هذا هو التفسير الوحيد، راه ما كاينش شي تفسير اخر من غير هذا، ان السي رئيس الحكومه المحترم تخلط ليه الاورو مع الدرهم. بغى يقول 600 اورو وقال 600 درهم، لا وقال لك 300 درهم، قال لك كاينين التذاكر غير ب 300 درهم 300 درهم 600 درهم. يمكن لكم الجاليه المغربيه انكم تجيو لبلادكم غير ب 300 درهم 600 درهم، وجيبوا حبابكم وجيبوا عائلاتكم وجيو للمغرب. نموتوا نعرف فين كاينين هاد التذاكر. هذا السي رئيس الحكومه نموتوا نعرف فين كاينين. عطينا هذا الموقع هذا اللي كيتباعوا فيه التذاكر ب 300 درهم وب 600 درهم. فين كاين هذا الموقع هذا؟ ها العائله ما شاركوا معنا هذا الموقع هذا، نشاركوه مع الالاف ديال المتابعين اللي تواصلوا معنا بالامس. واش في راسك السي رئيس الحكومه انه غير باش بدينا كنطرحوا هذا الموضوع هذا في القناه ديالنا، كميه وعدد الرسائل اللي وصلتنا يعني في الحسابات ديالنا في مواقع التواصل الاجتماعي راه واحد الكميه اللي بزاف. ومن هذا المنبر هذا كنعتذروا من المتابعين ديالنا اللي تواصلوا معنا وما قدرناش انه نجاوبوهم. راه ماشي تقصير منا، ولكن والله العظيم راه عدد الرسائل اللي توصلنا بها راه بزاف. راه نقدر نقول لك رسائل بالالاف، يعني صعيب وصعيب وصعيب بزاف انك تقدر تجاوب كل شيء. لهذا كنطلبوا الاعتذار الى ما قدرناش نجاوبوا شي واحد. ها العرس السي اخنوش الا ما قول لنا هذا الموقع هذا غنشاركوه مع هاد الناس هادو اللي كيبيع التذاكر ب 600 درهم وب 300 درهم. دابا واحد السؤال اللي كان السي رئيس الحكومه، هاد الحلقه هادي حنا غندوزوها كنطرحوا اسئله عليك السي رئيس الحكومه. دخلت عليك بالله، واش كتكلم على بلادنا؟ واش كتكلم على المغرب، على المملكه المغربيه الشريفه، بلدنا الحبيب اللي كنموتوا عليه وكنحماقوا عليه، او انك كتكلم على شي بلد اخر؟ لا على ما بان لي واقيلا كتكلم على شي مغرب اخر من غير هاد البلاد اللي حنا عايشين فيه. اما هاد البلاد اللي حنا عايشين فيه المغاربه اللي بغاو يجيو لقاو التذاكر دايرين 600 اورو 800 اورو، والعائلات اللي بغاو يجيو في الباطو لقاو يعني باش انهم يجيو في الباطو خاصهم 4 المليون 5 المليون 6 المليون على حسب الافراد ديال الاسره شحال. الناس اللي بغاو يجيو في الطياره 5 الناس 6 الناس كتقام عليهم الرحله ب 3 المليون ونص 4 المليون حتى ل 5 المليون على حسب شحال قطعتي التذكره. راه بنادم بحال كيضحك عليك عين عينك. هذا راه كيتسمى الضحك على الدقون. راه في الايام العاديه اللي ما كيجيوش اصلا الجاليه وكتكون القضيه ملخوفه وعندك من كورونا لهاد تجي ما بقاوش التذاكر دايرين 60 اورو 300 درهم، يعني ما بقاوش التذاكر دايرين 30 اورو 300 درهم او 60 اورو 600 درهم، ما بقاوش. فينا هما فين؟ فتصور معايا في الايامات العاديه، كنهضر لك في الايامات العاديه اللي حتى واحد ما جاي كتلقى التذاكر شحال دايرين 50,000 ريال 60,000 ريال 40,000 ريال. هادشي كنهضر لك في الايامات العاديه، ما كاين حتى واحد جاي في الشتاء وما كيوصلوش 300 درهم. ما بقاتش 300 درهم كدور السي رئيس الحكومه، ما بقاتش. هذا راه كيتسمى الضحك. بغينا شي رد على هذا الشيء راه لا يعقل، راه لا يعقل عباد الله، راه لا يعقل. راه كما قلت لكم راه عدد الرسائل اللي توصلنا بها راه يندى لها الجبين. راه والله العظيم الناس بغات تجي لبلادها وما لقاوش كيفاش، الناس بغات تزور المغرب وما لقاوش كيفاش.
الوليدات تصور معايا واحد السيده تواصلت معايا قالت لي وليداتها كيبكيو ولادها تيبكيو بغاو يجيو يزوروا المغرب. تصور معايا انت ولادك كتشوفهم تيبكيو بغاو يجيو للمغرب حبا في المغرب، كيحماقوا على المغرب، كيموتوا على المغرب، كبروا تما وكيحماقوا على المغرب وبغاو يجيو للمغرب. والله يحسن العوان ما كاينش كيفاش. علاش؟ تذاكر غاليين السي رئيس الحكومه، تذاكر غاليين 600 درهم. فين هي 600 درهم السي رئيس الحكومه؟ واش هاد الام هذه اللي وليداتها كيبكيو كون لقات التذاكر ب 600 درهم غتخلي وليداتها كيبكيو؟ كون جابتهم للمغرب. فين هما التذاكر ب 600 درهم السي رئيس الحكومه؟ فين هما؟ وريهم ليا، وريهم ليا. راه عندك من كورونا لهاد الجي هاد الشيء هذا عاد ما زايد فيه. راه عندك من كورونا لهاد الجي كل عام كنخرجوا كنتكلموا على غلاء التذاكر وكنقولوا العام الجاي ان شاء الله راه غيكون امل، العام الجاي ان شاء الله راه غادي ينقصوا. كنتصدموا انه لا ماشي نقصوا، زادوا. خصوصا الشركه المغربيه اللي بطبيعه الحال الشركه اللي خاصها تكون ناقصه وتنقص للمغاربه اللي هي رويال اير ماروك، بالعكس كتلقاها دائما هي اللي طالعه صاروخ. عاد كذلك واحد الحاجه كذلك اللي تلقيتها من بزاف المتابعين وبزاف الناس تشكاو ليا منها، لانه حاولنا ما امكن انه نتصنتوا الماكسيمو ديال الرسائل اللي توصلنا بها بالامس. حاولنا ما امكن، يعني اللي كامل حنا سهرانين كنجاوبوا على الرسائل. بزاف الناس تشكاو حتى من سوء المعامله في الديوانه في المطار. كاين واحد سوء المعامله من المسؤولين ومن الناس بطبيعه الحال اللي كيستقبلوا الجاليه. ما كاينش واحد التعامل اللي مزيان. يعني بنادم كيولي يتعامل واحد المعامله خايبه بحال جاي لضرب باهم. يعني مسؤول كتلقاه في المطار مثلا تيتعامل مع الجاليه واحد المعامله اللي خايبه بحال جايين لضرب باه. راه جايين لبلادهم الشريف، راه جايين للمغرب، راه جايين لبلادهم، راه ماشي جايين عند ضرب باك باش انك تتعامل معاهم معامله اللي خايبه. هنا كنهضر مع اي مسؤول كيتعامل معامله خايبه مع الجاليه ديالنا. راه سيدنا الله ينصرو، سيدنا الله ينصرو والله يطول لنا في عمره. ودائما كيوصي بالجاليه المغربيه وكيقول انه الجاليه خصهم يتعاملوا احسن معامله. يعني من بعد بنادم ما تيضغط على راسو ويخلص داك المبلغ الخيالي ويسلف ويتكلف باش يجي للمغرب، من بعد ما كيوصل كيتلاقى مع شي اوباش. ما كاين حتى شي وصف اخر ممكن توصف به غير اوباش. كيتعاملوا شي معامله اللي لا تطاق للاسف، شي معامله اللي لا تطاق. راه شتي بنادم كاع يخلص ويتكلف ويجي للمغرب ويتلاقى مع ناس يتعاملوا معاه معامله زوينه والضحكه في الوجه وكذا، غينسى اصلا داك المبلغ الخيالي اللي خلص. غينسى، غيقول بعدا على الاقل راه الحمد لله فاش جينا راه كاينه واحد المعامله مزيانه، كاين واحد الضحكه في الوجه، كاين واحد التعامل اللي زوين. راه المصيبه انك تخلص فلوس صحيحه، كتخلص الزبابل الفلوس، وفاش كتدخل كتلاقى مع شي اوباش اللي ما كيتعاملوش معاك مزيان حتى في المطار ولا في الدخله ديال المغرب. كتلاقى مع شي اوباش للاسف. عاد زيد العائله تا هما بلا ما نهضروا. راه كاينين جاليه كذلك. تواصلت مع ناس في الجاليه البارح قالوا لي كنلقاو مشكله مع عائلاتنا للاسف. كتدخل كيبقاو يشوفوا فيك اشنو جايب، كيشوفوها في الباليزه اللي جايب، راه ما كيشوفوا فيكش انت صحتك كي دايره، واش لاباس عليك، واش بخير، كي دوزتي الغربه. لا، كيبقاو يضربوا لك على الباليزه. هذيك الباليزه شنو فيها، اشنو جايب لينا. والله الله يكون في عوان هذوك الناس. الصراحه هي هذه، الله يكون في عوان هذوك الناس والله يدير شي تاويل ديال الخير. هذا ما كان. اما هذا الشيء هذا راه والله العظيم راه تحط راسك بلاصه هاد الناس هادو راه بزاف. كاين اللي كيقول لك الا جاتهم التذكره غاليه ما يجيوش، ما يجيوش. راه كانك كتقول لواحد ما تجيش لدارك. راه كانه انا عندي داري بغيت نمشي ندخل ليها كتقول لي لا ما تجيش ليها. راه هي هذه، راه بلادهم الشريف، كيفاش ما يجيوش. كاين اللي مخلي عائلته هنايا، كاين اللي مخلي الام ديالو مريضه، كاين اللي مخلي الاب ديالو مريض، كاين اللي توحش امه، كاين اللي توحش باه، كاين اللي توحش خوتو باغي يجي يزورهم. راه ولو تكون التذكره دايره 10 المليون ما باليد حيله، ضروري غيخلصها. يعني كتشدوهم من اليد اللي كتضرهم، وهذا تيتسمى انا بالنسبه ليا استغلال. كنتمنى والله العظيم كنتمناو شي التفاته لهاد الناس، كنتمناو انه يكون شي تدخل، لان هذا الشيء ماشي معقول. هذا الشيء ماشي معقول. راه التذاكر بثمن غالي بزاف للفرد، راه ماشي معقول. وهذا التذاكر اللي كتقولوا دايرين 600 درهم 300 درهم السي الوزير، راه انا ما عرفت فين كاينين. الا كاين شي موقع الله يرحم لك الوالدين انت عارفه مخبي علينا، العار الا ما قول لنا شنو هو نشاركوه مع الناس. الناس راه بغات تجي للمغرب وما لقاوش كيفاش. راه الناس ولاو كيمشيو يدوزوا العطله ديالهم في اسبانيا وفي البرتغال وفي اليونان وفي دول اسيا
واحد انا قال لي البارح كنفكر نمشي لمصر، وتصور معايا عباد الله، تصور معايا نهزوا الاقتصاد ديال مصر ونطيحوا بالاقتصاد ديال بلادنا صاحبي. اش هاد المنكر صاحبي، اش هاد المنكر صاحبي. الناس قالوا لي غنمشيو لتركيا، بزاف قالوا لي غنمشيو للبرتغال، كاينين اللي مشاو للسبليون، كاينين اللي مشاو لايطاليا. ولينا كنعشوا اقتصاد البلدان الاخرين وكنطيحوا بالاقتصاد ديال بلادنا وكنطيحوا بالسياحه في بلادنا. راه ما يقدرش شي واحد ينكر لنا لا انت لا اي واحد ان الجاليه راه لعبت دور كبير في اقتصاد البلاد وهز اقتصاد البلاد بالتحويلات بطبيعه الحال اللي كتدخل البلاد وبالعمله الصعبه اللي كتدخل البلاد. فراه بهذا الشيء اللي كنديروا كانه كنجريو على هاد الناس هادو، كنجريو عليهم اول حاجه من بلادهم وكنهرسوا اقتصاد البلاد. فرحمونا ورحموا هذوك الناس ورحموا الجاليه، لان هذوك الناس راه المعاناه ديالهم راه هي المعاناه ديالنا، الافراح ديالهم راه هي الافراح ديالنا، والاحزان ديالهم راه هي الاحزان ديالنا. راه ملي كيكون فرح في المغرب راه كيكون فرح عند هذوك الناس، وملي كيكون حزن في المغرب راه كيكون حزن عند هذوك الناس. راه نهار ضرب الزلزال في المغرب راه لقينا هذوك الناس. يعني الا باقي كتعقلوا الناس اللي متبعين القناه ديالنا، نهضر غير عليا انا وزعت تقريبا ما يزيد على 700 محفظه تقريبا، كلها بالادوات المدرسيه وبالكتوبه وبكل شيء فيها. 700 محفظه وزعناها في النواحي ديال تارودانت. نقسم لكم برب الكعبه ما دخلني ريال من المغرب الا كلهم من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. اقسم لكم بالله العلي العظيم ما شديت ريال في المغرب. 700 محفظه، كل محفظه الا ما تقامت غتقام ب 150 درهم. ايوا حسب وجمع الحساب وشوف شحال من مليون تما، كلهم من الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. بلا ما نتكلموا على اش نوصل الحوز، البطاطين، فراش، كلشي من الجاليه. يعني هذوك الناس في الرخاء كنلقاوهم وفي الشده كنلقاوهم دائما معنا، وحنا كذلك خصنا نوقفوا معاهم. شكرا اخويا صالح على داك الشيء. انا هضرت معك في هذا الموضوع لانه شفتك فتحت هذا الموضوع. انا من 2019 توفت لي الوالده، من هذاك المره ما جيتش المغرب. دابا هذا الغلاء، اسمح لي غير نهضر شويه معاك. هذا الغلاء هذا راه يمكن كتهضروا عليه غير في ديك النواحي ديال مراكش، كازا، الرباط وهذه. وخصك تمشي لواحد ديال الريف. انا مثلا من الحسيمه، انا هنا في الدنمارك. الطياره كتجي عندنا غير مره في السيمانه، ماشي كل يوم. ديال الخطوط الملكيه اذا بغينا نجيو المغرب، الطياره هنايا شحال المرات انا كنت قبل ما نتزوج كنت بوحدي، كنت كنقطع ب 600 700 الاورو 800 الاورو، كنجي كندوز الشهر. فهمتي؟ دابا انا عندي 5 الاولاد والمراه وانا، شحال غيكلفني هاد الطياره هذه من هنا حتى للمغرب؟ ها واحد. جوج، من كتجي للمغرب اول حاجه من كتنزل في المطار ما كاينش شي معامله اللي هي مميزه. انت عندك وليدات صغار، خصهم يراعوا دوك الوليدات اللي جالسين في الطياره 5 6 سوايع من الدنمارك للمغرب. ما كيشوفوش في هذا الشيء، كيخليو الناس تما جالسين وكلشي كيغوت وكلشي هادي. ثالث شيء، انا اذا باغي نجي للمغرب كنمشي هنا للسفاره، خصني ندير 5 الباسبورات للوليدات وانا والمراه، يعني 7 الباسبورات. شحال غيكلفوني؟ يعني انا مثلا كيكلفني 1300 130 الاورو انا في الدنمارك في السفاره مثلا. البالغ 1000 130 الاورو 120 الاورو. اما الصغار يمكن شي يمكن شي 70 اورو ولا هذه. ايوا ملي كتجي تما كيبقى كلشي حال فم وكلشي باغي. فيما مشيتي كلشي كيغلي عليك. مشيتي للبحر كيغليو عليك، مشيتي تاكل كيغليو عليك، مشيتي تشري شي حاجه كيغليو عليك، مول الطوموبيل كيغلي عليك. دابا الطوموبيلات دابا مثلا في الشتاء في المغرب شحال كيديروا؟ راه 200 250 درهم. ولكن ملي كنجيو حنا ما كان غير 600 700 درهم. دابا كنهضر لك على الريف، ماشي دابا عندكم نتوما، كنهضر على الريف. واش فهمتيني؟ يعني فين ما مشيتي احنا في الحسيمه، راه انا من الحسيمه مثلا راه غالي. راه كنمشي كناكل غير الحوت مثلا في المرسى هذا كيقول لي 800 900 درهم. فين ماشي الواحد اش كيخدم عام. انا مثلا عندي الكرا ياك هنا في الدنمارك، الكرا غالي. سول اللي عايش هنا في الدنمارك، انا كنكري ب 1000 الاورو في الشهر غير الكرا، وزيد عليها الضوء، وزيد عليها داك السخونيه. لانه البرد هنا كتعرفوا الدنمارك فيها الثلج وهذا، راه كاين الاخر السخونيه كنخلص عليها. جبنا الاخر جيب طوموبيل، عندي الطوموبيل لانه عندي الاولاد كيمشيو للمدارس نوصلهم ونجيبهم. زيد عليها الاخر الضريبه ديال الطوموبيل، زيد عليها لاسورانس ديال الطوموبيل. البنزين هنايا غالي،
الطوموبيلات هنايا غاليين. يعني انا ما كشتنيش مثلا داك المبلغ ديال 20 30 المليون باش نجي فيه المغرب ونخسرو. من كنت بوحدي كنت كل سنه كنجي كنشوف الوالده، كنجيب معايا 10000 اورو 12000 اورو، كنخسرها وكنجي ما كان مشكل. دابا انا عندي الوليدات كيحتاجوا، كاين الماكله، كاين الاخر اللباس، كاين لاكتيفيتي خصهم يمشيو. هنايا راه الولد راه هضره معاك، راه ماشي بحال ديال المغرب تقول له لا وهادي وتسكتوا وهادي لا. السلام عليكم السي علي، كي داير خويا؟ لاباس بخير هاني. تنشكروك جزيل الشكر اللي درتي هذه الالتفاته منكم الجاليه المغربيه المقيمه في الخارج، اللي بغيتي توري واحد شويه من هذوك المعاناه اللي تيعانيو، بغض النظر عن المعاناه اللي تعانيو في البلاد المهجر العام كله. تيبغيو واحد المتنفس، واحد الشهيار ولا واحد الكنجور ولا واحد الفانجور يمشيو يدوزوه في بلادهم، في الدفء ديال بلادهم، مع عائلاتهم، مع احبابهم، مع خوتهم. انما تيصطادموا بواحد الواقع اخر اللي تزيد من المعاناة ديالهم، واقع الغلاء في كل شيء، الغلاء في التذاكر. واش بالنسبة لك اخويا علي الباخرة من جونوفا لطنجي تدير 4 المليون لشخص، يعني لزوجين وطفلين وسيارة، 4 المليون. ومني توصل تما وما بالك تاني باش غادي تبدا وكيفاش غادي دير وكيفاش، يعني 4 المليون غير باش توصل، وجا مقدي 4 المليون ولا 5 المليون اخرين ديال الكادوات، ديال المسائل اللي غتجيب الاصدقاء والاحباب والاهل وهذا. يعني راه بزاف اخويا، راه حشومه. وبالنسبه لهاد القضيه ديال جنوبا، راهم خلاو واحد الشركه اقطاعيه ما عندهاش منافسه بفعل فاعل. كان عندنا باطو ديال المغرب ديال شركه كوماناف، داروا ليه وخلاوه يدير فايت، خلاوه الان محجوز في ميناء السات باش تبقى الشركه ايطاليه. هما اللي راهم معروفين شكون هما، باش تبقى محتكره السوق. 4 المليون ديال اللهم ان هذا لمنكر. ولا بغيتيش تجي في السياره ديالك، بغيتي تجي في الطياره، اللهم ان هذا منكر. وتنشكروك جزيل الشكر. اسمح لي لا زدت عليك ولا طولت في التدخل ديالي، انما راه كاين الكثير ما يتقال اخويا. وشكرا، والله يرحم الوالدين، الله يجازيك. السلام عليكم اخي صالوحي، كي داير؟ لاباس عليك؟ بخير هاني؟ احوالك طيبه؟ كلشي مزيان ان شاء الله؟ تكونوا على خير وبخير، العائله مزيانه؟ ايوا الحمد لله، بارك الله فيك. تفكرتينا وهضرتي علينا في هاد القناه ديالك ديال اليوتيوب، شكرا لك والله العظيم. ايوا الخير فيكم. حتى المسؤولين راه مخلينا تنتشواو. هاد السيده هادي عندها الحق في شي حوايج لا، باش نكونوا زعما صراحه. آه، حتى انا في هولندا كيف ما هي، ما عرفتش فين مدينه هي، ولكن شنو هو، احنا ما عندناش اكتيفيتايت ديال الدراري زعما هكا بلاش. زعما يقدر ترونسبورت غير في البوس بعض المره، اللي هو الطوبيس كما كنقولوا بالدارجه، بعض المره. ولكن بحال باش تمشي دير اكتيفيتايت في شي بارك ولا هذا، ما كايناش هذه نهائيا. بالنسبه لغلا الطياره بزاف، لدرجه انا كنت كنجي كل عام انا وجوج وليدات. دابا ما بقيتش كنقدر نجي كل عام. كنجي عام وعام لا انما في استطاعتيش كل عام نجي. الطياره ولات غاليه. كنت شحال هادي تنجي بحال اللي نقولوا 1300 اورو، بحال هي 1,070,000 1,080,000 مع الباجاج مع كل شيء. دابا لا، دابا ولات 2,300,000 3000 درهم، حتى 4000 درهم، حتى 5000 درهم حنا والباجاج. يعني تزادت بزاف، قصحت الوقت.
ولكن ما كاينش اللي كيهضر ما كاينش، وحنا من حُب بلادنا واخا تتكون غالية حتى نجيو للبلاد، لإن علاش عندنا العائلة، عندنا وstress د هاد البلاد تتبقى العام كلّه نتا كتسوفري في هاد البلاد هادي، وفي اللخر خاصك ضروري تجي تشم الهوا د بلادك، اللي قال الحسن الثاني رحم الله ترى، الهوا د بلادنا ما كاينش بحالو، وحنا ما تنقدروش نصبروا على ديك البلاد أبدًا. وليت تندير عاميه وعام لا، ولكن العام اللي كنجلس فيه هنايا كنبغي ندي وليداتي هكا ضروري واخا غير 2 أسابيع، وفي نفس الوقت هنا في هولندا راه غير دابا والله إلا غير اليوم تنقلب باش ندي وليداتي هكا شي 2 سيمانات يفوجوا في شي بارك، راه لقيتو حتى هو ب2 د المليون وعاد زايد، يعني غير باش تمشي للبارك لداخل عندك فين تنعس، عندك كلشي بحال اللي نقولوا هكا واحد بريطمة صغيورة في قلب البارك فيها بيت 2 بيوت وصالون هكا وجريدة فين تجلس وخلاص اللعاب لا بيسين كلشي لداخل راه 2 د المليون والزايد. يعني حتى لهنا كاين الغلا ماشي نقولوا غير شنو هو اللي غادي يكون ناقص فيها داك 2 د المليون ديال الطيارة غادي تستمتع بها هنايا 2 سيمانات. فهمتي، و2 مليون ديال الطيارة والزايد غادي تمشي تجلس فيها 4 سيمانات في المغرب، غير الطيارة فقط، وعاد زيد عليها المصاريف كما قالت السيدة هاذيك عندها الحق. ولكن ما نساوش ما نهضروش على دوك الناس ديال الباركينغ أولا ديال البحار وحتى هادوك مساكن. حنايا كما كان الحال، حنا وضعنا في شكل وهما وضعهم في شكل، حنا هنا كافيين. الحمد لله. يعني عندنا كنخدموا، واللي ما تيخدمش عنده واحد السالاريس كياخدو اللي هو الشوماج، ومعايش حتى واحد ما كيعطل على الاخر، ما كاينش الفقر في هاد البلاد باش نكونوا واضحين. شنو في المغرب يا ضروري الا عاونتي شي حد اولا نقولوا المهم يمكن الناس. انا بالنسبه ليا نجي للمغرب يعجبني نعاون، يعجبني هذا الناس هادو د الباركينغ ولا د البحر ولا أوكي هُما شوية تيزيدوا فيه بحال اللي نقولوا باش تجلس في كرسي يعني 20 درهم للكرسي أولا ما عرفت 10 دراهم ولا ما نعرف. أنا في مارتيل كنت العام اللي فات ما عرفتش واقيلا 10 دراهم ولا 15 درهم ولا شي حاجة بحال هاكا، واللي قالت هي العائلة تبارك الله حنا كنا بينا شي 10 بينا ولا شي داك الشي ولا 11 بينا هاكا تنهضروا العائلة مجموعة راه دوزتيها شوية كطيح غالية مع البينيي مع حليوات هادي. الوليدات ديالنا كيكونوا العام كلّه تيشتاقوا حتى هُما للمغرب، حنا وليداتنا علمناهم على حُب المغرب، ما كاينش أنا شي مرة ديت ولادي وقالوا لي لأ نمشيو نرجعوا بحالنا نويت. دابا حنا العام اللي ما كنمشيوش راه حنا كنتستريساو عاد تنمرضوا علاش ما مشيناش، لا أنا ولا وليداتي، حتى وليداتي ما كيعجبهمش الحال. يجلسوا هنا ما يعجبهمش الحال إنهم يبقاو هنايا، عمر شي واحد فيهم لا بنتي ولا ولدي قالوا لي ماما نمشيو نرجعوا لهولندا ما بغيناش ولا أبدا، بالعكس كيكونوا فرحانين طب الفرحة هكايا مباينة على وجه ولادي فرحانين، يعجبهم داكشي د المغرب يصبوا قناوة يشطحوا معاهم، يصبوا كوامنجية يضحكوا معاهم، يعني هاكا يتصوروا معاهم، تيعجبهم الجو تيعجبهم هذا، كيكونوا فرحانين يهبطوا للبحر المهم بزاف ديال هذا الصراحة. المغرب ديالنا ما كاينش بحالو، وشوية د الغلا هاد العموات الأخرى، ولكن الله يحسن العوان. عاوتاني حنايا كنضروا شوية، ولكن عاوتاني ما عندناش ملاين على داك البلاد، كنصبروا لأن بلادنا، وحنا كنعاونوا بلادنا، يعني تندخلوا داك العملة وهذا، غير الناس شوية تحاول يعني ماشي الريستورو كما قالت السيدة إلا كان واحد مثلًا البلا د الحوت في الأيام العادية تيدير 100 درهم، ولكن في الصيف يولي داير 250 درهم، شوية عاوتاني ماشي كاع داك الصاروخ. عاود يحاولوا على الإنسان، راه حتى هو العام كله هو تيجمع، العام كله هو تيحاول باش يهبط للمغرب، هذا هو. يعني حنا كنموتوا على الوطن ديالنا وعلى المغرب ديالنا وعلى الملك ديالنا نصره الله، الله يحفظه لينا ويشافيه ويعافيه، كنموتوا عليه. حنا هنا ما نقدرش شي واحد اللي يجبد الملك ولا هكا بشي حاجة وما تصيبش بنت البلاد تصبن هذاك اللي قبالتها، لأن علاش عندنا حب الوطن في الدم، علمونا والدينا وحنا تنعلموا ولادنا تيموتوا على المغرب، ولادي هنا خلقوا ترباو هنا
ولكن يموتوا على المغرب، يخرجوا بحوايج المغرب، بالتوني د المغرب، ها حكيمي، ها هذا يلبسوا، كيفتخروا حتى هما بأنهم مغاربة، والحمد لله إن حنا مغاربة. غير شنو هو المهم، هاد الطيارة اللي زادوا فيها بزاف ولينا نعجزوا يعني باش نجيو كل عام للمغرب، ما بقيناش نقدروا الصراحة الله. الصراحة الله يعني ولات صعيبة، ما كاينش الجهد باش إنك كل عام راه باش طيح عليك الطيارة 1,500,000 حتى لفوق 1,500,000 على حسب الباجاج. تجيب غير 2 شوينطات في يديك راه غير ديال 20 كيلو راه كيرزيوك، يعني راه الشنطة بوحديتها راه 150€، 30,000 ريال للشنطة، وزيد داك 30,000 ريال على داك 1,500,000 راه شوف راه كتوصل حتى ل3 المليون، حتى ل3 المليون اللي كتوصل ديال ديك الباجاج. بالباجاج بوليداتك بالتيكيت بالكراسة اللي كتشري، المهم كلشي كيتشرى، كلشي كيتزاد في داك القفة، نتا كتشري وتزيدها الكراسة فين بغيتي تجلس تزيد، ها الكيلوات ها هادي كتوصل لك الصراحة. هاد العموات الآخرين ولات كتوصل حتى ل3 المليون، يعني 3 ديال الأشخاص 3 المليون، بحال مليون الواحد مع الشنطة ديالو مع المسائل ديالو. يعني الصراحة زادوا بزاف كاع، زادوا بزاف، يعني أنا بالنسبة يعني بنت فاس نهبط لفاس راه بزاف، أنا كنشدها ديريكت حتى لفاس. كما قالت السيدة حنا كنهبطوا لفاس كنجلسوا غير واحد السيمانة ونعاودو نقلعوا نمشيو لبلاصة أخرى اللي فيها البحر واللي فيها هذا. إيوا كنتمنى إن شاء الله توصل الصوت ديالنا وراك تتوصلوا ما شاء الله، الله يحفظك وينجيك. الناس يسمعوه هاد المسؤولين، يشوفوا لنا زعما حتى هما يراعيو لينا. الواحد راه صعيبة باش يجي عام لا وعام اللي راه حنا هنا في هاد البلاد لا سيما هاد هولندا راه مقناطة الواحد راه كيعدي فيها الأيام سبحان الله، راه ما تيقدرش في الصيف يبقى فيها، ولكن مع الظروف اللي هي وقعات ديال الغلاء ديال الطيارة ما بقيناش نقدروا إن حنا نجيو كل عام للمغرب. كنا شحال هادي كنجيو كل عام، كنت كل عام ما يمكنش. كل عام يشدوا وليداتي العطلة اليوم غدا كنكون أنا جامعة كلشي طق حنايا تماك، 3 سوايع حنا في المغرب. ولكن دابا الغالب الله، يعني الواحد الغلاء وكلشي راه ما بقيناش نقدّو. أما بالنسبة لدوك الناس اللي خدامين وهذا راه على الراس والعين، يعني راه حتى هما المغرب عاوتاني راه ماشي هو هنا، باش يعني هي بداك النظرة عندها هنا ماشي بحال المغرب، راه من طبيعة الحال راه هنا ماشي بحال المغرب، هنا راه كلشي ما كاين حتى واحد فقير، ما كاين حتى واحد لاباس اللي ماشي لاباس عليه، ما كاين حتى شي واحد اللي خاصو، حتى واحد ما كيسعى، حتى واحد ما كيطلب. ولكن في المغرب لا، المغرب راه الناس محتاجين، بحال اللي تا هما راه تيتسناونا غير ندخلوا حتى حنايا. أنا بالنسبة كنهضر على الناس اللي الباركينغ ديال البحر ديال هذا، أولا لا الواحد كيعطي شي حاجة كيعطيها في سبيل الله، وكتكوني فرحانة أنكِ كتعطي داك الحاجة، وهذا ماشي عيب، ما نقدروش نقولوا على داك الناس لا زعما شي حاجة ما مزياناش ولا لا، بالعكس، بالعكس تا هما راه مساك الله يحسن العوان، وراه هذا هو الصيف فين تيخدموا حتى هما، فين كتنتعش الحركة في المغرب، ماشي مشكل. غير شوية د الطيارة إلا هداهم الله هاد المسؤولين يحاولوا يشوفوا، يبحثوا في الأمر، يحاولوا يهبطوا شي شوية هاد الغلاء اللي طالع. وبالنسبة يديروا رقابة على داك مالين الريستورونت، عاوتاني شي شوية يديروا نورمال، يعني ينقصوا واحد شوية تكون يعني تكون مراقبة، الواحد ماشي أيام العادية في شكل وفي الفاكونس تيطلع بزاف هداك الشي وكتعرف كتمشي نتا والعائلة، تمشي نتا والأصدقاء، تمشي وتبارك الله. راه اللي قالتِ هي بصراحة راه كتخرج 1000 درهم بحال اللي مخرج معاك 100 درهم، كديرها ما تطلقيهاش. ولكن ما نكروش إن إحنا كنكونوا فرحانين ووليداتنا علمناهم حب المغرب وحب الوطن اللي هو الوطن، وكيجيو فرحانين وكيموتوا على المغرب كيف ما كنموتوا عليه حنا، والعام اللي ما كيجيوش راه ما كيجيوش عليهم على خير، صراحة ما كيعجبهمش الحال. وهنايا حتى هنا راه الغلا راه ما كانش تمشي دوز شي سيمانة ولا 2 سيمانات راه حتى هي كتفوت 2 المليون، وغير هنا في هولندا النيت لداخل. والله إلا غير اليوم تنشوفوا البارك بغينا نمشيو راها واصلة حتى ل2 المليون باش تمشي دير 12 اليوم، 12 اليوم بالضبط. حتى هنا كلشي غالي، ما كايناش شي حاجة اللي بلاش، هنا في هولندا ما كايناش شي حاجة اللي سميتها بلاش، كلشي كيتخلص.
هادشي جلستي سيمانة ولا جوج ولا اللي بغيتي غادفعي عليهم فلوس صحيحة. إيوا نطلبوا الله السلامة، ونطلبوا الله سبحانه وتعالى من هاد المسؤولين، ونطلبوا من المسؤولين يسمعونا وينتبهوا شي شوية لهاد الشي والسلام. وشكرًا ليك على اللي هدرت على هاد الموضوع، عجبني الحال والله، لأن بزاف الناس ما هادرينش على هاد الموضوع وما همهمش. أو الناس هاد العام راه زعما بزاف الناس ما دخلوش، ممكن يدخلوا صحاب السيارات اللي كيشدوها طريق شي شوية كتجيهم رخيصة. يعني كيخسروا غير داك فلوس المازوت وداك الشي في الطريق ليسونس وهذا، والباطو كيخلصوها هما هادو في المغرب. إيوا بالنسبة اللي خصو ما عندوش كيفاش وما يقدرش يشدها طريق، يعني راه 3335 كيلومتر يعني من هولندا حتى للمغرب راه بزاف، لإسبانيا راه بزاف ما يقدرش، والطيارة غالية ولا إله إلا الله والحمد والشكر لله، وشكرًا ليك بزاف، بزاف كنشكرك على المبادرة ديالك. والله يسهل أمرك وأمرنا وأمر جميع المسلمين. وحنا ديما مغاربة وتنموتوا على المغرب وكنموتوا على سيدنا والمغرب ديالنا، وما عندناش عليه التخلي أبدا. السلام عليكم خويا علي، معك سناء من فرنسا. انا من متتبعينك، ديما كنتفرج في اي حلقه كتحطها. ودابا سمعت لك الام او المهاجره المغربيه اللي في هولندا. بغيت نقول لك انا كيوقع لي نفس الشيء، يعني داكشي اللي قالته صح. انا نفس الشيء، هادي عامين ما هبطتش لبلادي، وكل عام حتى كنقول غادي صافي غادي نهود كنرجع كنشوف الأثمنة نتاع الطيارة. حنايا 5، يعني باش 5 بينات تاخد الطيارة ب2.5 مليون ولا 3. ومن بعد خصك شحال باش غادي تدور في المغرب تشوف الأحباب، خصك تشري ضروري كادويات، وما بقاوش كيقبلوك على أي حاجة، يعني خصك تشري كادويات اللي هما مزيانين، سواء الخوت سواء لي كوزان لي كوزين، ولا حتى يعني حتى شنو تعطي حتى المعارف. عندي نفس المشكل بالنسبة للوليدات. أنا ولدي الكبير 15 سنة ما بقاش كيبغي يمشي لي، حيت كيشوف فين ما مشينا خصنا نخلصو، كيشوف داكشي اللي ما كيلقاهش هنا. قال لي ماما الا بغيتي تمشي سيري نتوما سيروا، انا نبقى هنا. كيفاش انا غنمشي ونخلي ولدي ديال 15 عام بوحدو؟ ما نقدرش. المهم منين من كل جهه ما كتجيناش هي هذيك كما خممنا ليها، ما كتجيناش. شنو درت انا؟ عندي الوالده الله يخليها لي في المغرب، درت لها الفيزا، كندير لها يعني دائما تقريبا الفيزا. عاودت لها الفيزا هاد السنه هذه في شهر 4. الحمد لله عطوها 4 سنوات فيها. كانت كتسنانا باننا ننزلوا، قلت لها ماما ما نقدروش ننزلوا نشوفوكم هاد العام عاوتاني. والله خديت لها طياره ليها هي في الاول ديال شهر 6 ب150 € باش ترجع حتى لشهر 10، يعني في الاوقات اللي هي حتى لشهر 9. اسمح لي، الاوقات اللي هي شويه ناقصه، يعني من شهر 6 حتى لشهر 9 باش تجينا. جاتنا رخيصه، يعني هي باش نجيب الوالده ديالي توحشتها 150 €. عندي احسن ما نعطي تقريبا 3 المليون وزيد عليها، خصك واحد 5 ولا 6 في الجيب، 6 المليون في الجيب باش تساري، باش تكري دار هنا ولا هنا، تكري طوموبيل، تدي ديال بيان سور العائله كامله، راه ماشي غير عائلتي يعني الصغيره، خصك تدي حتى الخوت، تدي الجميع، كلشي كيلصق فيك، كلشي كيخص يمشي معاك كلشي. ومن فرحت علينا حتى حنايا نديوهم نسريوهم، وتا هما يفوجوا معنا. ولكن للاسف فين ما مشيتي خصك تخلص. على حال بقى لنا حاجه وحده، اننا غنبداو نخلصوا حتى الهواء اللي كنتنفسوه في بلادنا، اللي غير كتنزل بينا الطياره، كتنزلني في مطار فاس، قسما بالله الا الدموع كينزلوا. ديك الريحه نتاع الهواء نتاع بلادي قريب غيحرمونا منها. ايوا اش نقول لك، شكرا بزاف الله كتر خيرك حيت جبتي هذا الموضوع ديالنا، ما بغيتش نطول. المهم اخوتي بلا ما نطول بزاف في هذا الفيديو هذا، الى هنا نكون وصلنا لنهايه الفيديو. نتمنى الفيديو يكون عجبكم بزاف، نتسنى نشوفكم اللايكات، بارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، وتسناونا في حلقات جديده ان شاء الله. مع السلامه.